السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام. نسامح ونغفر ونتظاهر بالود، لكن لن ننسى من أوجعنا يوما. بطلنا هو شاب بيعاني من أيام طفولته بمشاعر سلبية اتكونت جواه بسبب باباه اللي كان مجرد من أي مشاعر. وبيبدأ فيلمنا النهارده مع الطفل جاي واللي بيكون مع مامته صوفيا في العربية، وبيحكي لها جاي بداية من مرحلة طفولته لحد ما بقى شاب دلوقتي، وبنشوفهم وهم رايحين لخاله تشارلي اللي بيكون مهووس بالرياضة، وبيبقى واضح عليه انه عصبي جدا اثناء اللعب. وبنعرف كمان ان جاي ما يعرفش شكل بابا ستيفن واللي اتخلى عنهم من اول شهور ولادته، وبسبب تخليه عنهم اتراكم عليهم 5 شهور من الايجار، فقرروا انهم ينتقلوا يعيشوا في بيت الجد بن والد صوفيا، واللي بيبقى واضح من نظراته انه مش مرحب بيهم نهائي. وبيكمل جاي وبيقول ان بيت جده بالنسبه له كان مكان جميل لان قرايبه كلهم بيكونوا حواليه، فبيحس بالدفء الاسري اللي اتحرم منه، وخصوصا خاله تشارلي اللي دايما واقف في صفه وبيدعمه. وبنفهم منه ان ستيفن باباه بيشتغل منسق اغاني في اذاعه نيويورك ببرنامج ذا فويس، وبيحاول كل فتره انه يسمعه، لكن مامته دايما بتمنعه انه يعمل كده، حتى انها قطعت اي صوره ليه في البيت، وده اللي بيخلي جاي ما يعرفش شكل باباه. وبيجي وقت النوم وبيسال جاي مامته عن الفرق اللي بين باباه وباباها، فبتقول له ان باباها ما بيحبش يهتم بعيلته، لكن باباه ما بيحبش يهتم باي حد غير نفسه وبس. وفي يوم بنشوفهم في تجمع اسري سعيد، لكن مره واحده بنلاقي بنت من ضمن قرايبه بتوقع الكاسيت على الارض، وده لان برنامج باباه كان بيتذاع. وبعدها بنشوف تشارلي بينصح جاي انه ما يلعبش كوره تاني لانه شافه قبل كده اثناء ما كان بيلعب، وبيقول له انه لا يصلح انه يكون لعيب كوره، وبينصحه يوفر على نفسه الطريق من اول دلوقتي، وكمان ما يحاولش يتعرف على باباه لانه مجرد من اي مشاعر للابوه. وبعدها بنشوف جاي في اوضته ومشغل برنامج ذا فويس، وبيسمع صوت باباه فيه، وبيفضل يشكي له عن قله الماديات مع مامته. وبنستمر في الماضي مع جاي اللي بيستقبل تليفون من باباه لاول مره في حياته، فبيستغرب تشارلي جدا، وبنتفاجئ انه بيحدد ميعاد مع جاي علشان يقابله فيه، وده لاول مره بيحصل. وبيبقى سعيد جدا انه اخيرا هيشوف باباه، وبيستناه قبل الميعاد بساعتين علشان ما يكونش فيه اي حجه لباباه، لكن للاسف ما بيجيش خالص. وبيتم رفع قضيه على ستيفن بسبب تهربه من دفع النفقه الشهريه لطليقته صوفيا. وبيقول جاي ان باباه في مره اتصل بيهم وهددهم بالخطف والقتل، لكن الكوميديا السوداء في موقف ستيفن انه مش هيقدر يعمل كده لان الخطف بيترتب عليه مسؤوليه، وستيفن شخص غير مسؤول. وفي يوم بيكون جاي في الحانه مع خاله اللي بنعرف انه شغال فيها، فبيدي لجاي بعض النصايح في حياته، وبيحذره من شرب الكحوليات، وبيطلب جاي منه كتاب يقرا فيه لانه حابب انه يكون عنده نفس هوايه خاله وهي الكتابه. وبعدها بنفضل مكملين مع المعاناه اللي بين صوفيا وباباها وسخريته عليها لما بيشوفها بتوعد جاي انه هيبقى طالب في جامعه هارفارد بالرغم من وضعها المادي حاليا. واخيرا بتحصل اول مقابله ما بين ستيفن وجاي، لكنها ما بتطولش وبيرجعوا البيت مره تانية، وبتحصل مشاده ما بينه وما بين تشارلي بتنتهي بانه بيضرب تشارلي ضرب مبرح. وبنروح لمدرسه جاي وبنشوفه مع خاله والاخصائي النفسي، وبنفهم انه شايف انه جاي بيعاني من نوبات غضب من وقت للتاني، وكمان رافض انه يقول اسمه بالكامل، وللاسف بسبب كرهه لباباه ما بيبقاش حابب يسمع اسمه نهائي. وبيسخر تشارلي من الطبيب، وبنكتشف ان الاخصائي كان معجب بصوفيا وكان عامل الاجتماع ده علشان يشوفها مش اكتر. ومع مرور الوقت بنشوف جاي بينمي هوايه الكتابه عنده، وعلى الرغم من ان خاله مش بيعجبه اي شيء بسهوله الا ان كتاباته بتعجبه. وفي اثناء اليوم الدراسي بتطلب المعلمه من الطلاب ان كل واحد فيهم يجيب معاه باباه يوم الحفله، لكن جاي بيقول لها انه ما عندوش اب، وللاسف بنعرف انه تم تغيير اسمه لعيله مامته. وبتبقى اول مره نشوف الجد متعاون مع حد من عيلته، وبيروح معاه الحفله مكان ستيفن. ولما بيكونوا راجعين بيعرفوا الجد ان صوفيا عندها ورم خبيث ولازم يحسن معاملته معاها. وبيكمل لنا جاي باقي حكايته وبيعرفنا ان الاطباء استأصلوا الورم بدون علاج لانه كان خبيث. واخيرا بيكبر جاي وبنشوفه هو شاب وبيبقى انتهى من مرحله المدرسه ومستني منحه جامعه هارفارد، واول ما بيوصل الجواب بيكونوا كلهم متوترين، لكن بيفتحوا تشارلي اللي بيبقى باين عليه تقدم العمر، وبنعرف انه تم قبوله بدون مصاريف في الجامعه، والبيت كله بيكون سعيد، ولكن بيبقى ناقص مصاريفه اليوميه. فبنلاقي تشارلي بيعرفه انه هيتكلف بالامر، وفعلا بيوصل جاي للسكن الخاص بمنحه الجامعه وبيتعرف على اصحابه جيمي وبيسلي. وبنيجي لاول محاضره واللي بتكون عن الالياذه، وهي عباره عن قصيده ملحميه اغريقيه المنشا. وبنفهم من هنا ان جاي مازال مصر انه يبقى كاتب كبير ومشهور بالرغم ان تخصص دراسته هو المحاماه. وبيبقى واضح على جاي انه اعجب بزميلته سيدني، بس بيفهمه بيسلي انها من طبقه
وأغنية. وبيرجعوا على السكن مرة تانية وبنشوف بيسلي المحبط وهو بيفهمهم إن وجودهم في المكان ده مجرد حظ، على عكس جي اللي شايف إنه مجهوده وذكائه هو اللي أهله للمرحلة دي. وبيعزمهم في الحانة عند خاله تشارلي وبيبقى فرحان جدا بيهم، وبيبدأ يحييهم في الحانة قصاد الزباين اللي موجودة. وللأسف بتبقى دي أول مرة جي بيشرب نوع من أنواع الكحوليات. وبنلاحظ إن جي ابتدى ما يفتخرش بخاله تشارلي في حياته، واما بيقول له بيسلي إن خاله زي باباه بالظبط بيعرفه جي إن باباه بيشتغل في الإذاعة، لأن من وجهة نظره ده شيء يشرف أكتر. وبنرجع للجامعة وبنشوف جي وبيسلي في حفل تجمع للطلاب، وبتبقى موجودة هناك سيدني زميلته اللي كان معجب بيها في المحاضرة. وبيبدأ بيسلي معاها الكلام، لكنها لما بتتكلم مع جي بتبدأ تعجب بيه وبتبادله نفس الشعور، وبيعرض عليها إنه يوصلها للبيت. وأثناء ما بيكونوا ماشيين في الطريق بتسأله عن اسم باباه، فبيعرفها إنه مذيع برنامج ذا فويس اللي في الراديو، وبيحكي لها إنه مجرد اسم مش أكتر، لكنه مش موجود في حياته فعليا. فبتسأله لو بيدور على مكانه، لكنه بيعرفها إنه مش مهتم يعرف هو فين. وبتلاحظ سيدني إن جي عنده عقدة نفسية وبتقول له إنها تقريبا مأثرة عليه، لكن المناقشة بتنتهي لأنها بتوصل لبيتها وبنلاحظ إعجابهم المتبادل. وبتيجي الأجازة وبيحكي لمامته على سيدني، لكنه بيعرفها إن في فرق كبير في الطبقات الاجتماعية ما بينهم، وهو خايف من الشيء ده لأنه مش عايز يتعلق بيها وبعدين ترفضه. وبنلاحظ إن خاله تشارلي بيسمع الموضوع لأول مرة وبيبقى واضح إنه مش مرحب بالفكرة. وأول ما بيرجع جاي من الأجازة وبيتقابل مع سيدني بنشوفهم في العربية مع بعض، وبيبقى واضح عليهم إنهم مبسوطين جدا. وبنفهم هنا إننا ما زلنا في الماضي، وكل اللي بيحصل ده جاي بيحكيه لنا. وبيكمل جاي وبيعرفنا إنه اتعرف على والد ووالدة سيدني، واللي فعلا بيبقى واضح عليهم إن طبقتهم أعلى منه ومش مناسبين لبعض، وده بنفهمه حتى من طريقة كلامهم معاه. وبنتفاجئ إن مامة سيدني بتعرض عليه إنه يروح لدكتور أمراض نفسية، لأن من وجهة نظرها إن أزمة باباه ما زالت مأثرة عليه ولازم يتحرر منها. بس جاي ما بيهتمش باللي بتقوله، وده بيحرج سيدني جدا. ولكن بالرغم من كلامهم معاه إلا إنه ما يمنعش إنهم كانوا ذوق جدا في التعامل. وبتبقى دي النقطة الفاصلة في قصة سيدني وجاي. وبتمر السنين وبنشوف جاي وهو مركز جدا في دراسته وحياته، وبيفهمنا إنه من آخر يوم كان مع عيلة سيدني وهم ما تقابلوش ولا مرة، وإن الانفصال اللي حصل ما بينهم خلاه يكون أقوى ويبحث عن هدفه علشان يوصل لمرحلة إن هي اللي ترجع له مرة تانية. وبنشوفه وهو في القطر وبيقابل عجوز، وبنعرف من خلال مناقشتهم إن جاي حاليا بيكتب لجريدة بيل، وإنه ما زال مصر على إنه يكون كاتب مشهور. ولما بيسأله عن أفضل كتاب بيحبه بيقول له جاي كتاب الأب الغائب، وبيبقى غياب سيدني لسه مأثر عليه. وبيقول له العجوز إنه إذا كانت بتحبك هتقبل بيك حتى لو كنت فقير. وبنشوف جاي وهو قاعد مع بيسلي صديقه وبيعرفه إن سيدني طلبت تقابله، لكنها بعد المقابلة عرفته إنها مرتبطة بشخص تاني وما بيكونش فاهم هي بتتعامل معاه كده ليه. وبتمر أيام بسيطة وبنشوف جاي في حفلة التخرج، وصوفيا وتشارلي كالعادة هم اللي بيدعموه. وبيتصل بيه ستيفن باباه وبيعتذر له عن إنه ما جاش الحفلة، لكنه بيعرفه إنه اتغير وتوقف عن شرب الكحوليات نهائي. وكالعادة بيقفل الخط قبل ما يقول له على ميعاد مقابلة تجمعهم. وبنشوفه وهو بيهادي مامته بالخاتم الخاص بيه كتذكار منه ليها بإنها أمه وحبيبته وكل شيء. وبنروح لسيدني اللي بنشوفها وهي رايحة تقابل جاي بناء على طلبها، وهو كالعادة ما بيقدرش يرفض لها أي طلب، فبيتكلموا مع بعض في العلاقة اللي بتربطهم. وبالرغم من مرور السنين إلا إن جاي مازال بيحبها أكتر من الأول، لكنها بتعرفه إنها حاليا مخطوبة وعايزاه يفضل مجرد صديق ليها. ولما بيروح لخاله تشارلي علشان يتكلم معاه بيعرفه خاله إنه لازم يركز في مستقبله، وإن طول ما هو ناجح في شغله وغني سيدني أو غيرها هم اللي هيطلبوا منه الارتباط. وبينفذ جاي كلام خاله وبيقدم على وظيفة كاتب مقالات في جريدة مشهورة، لكن الموظفة بتبقى عايزة منه سابقة أعمال قوية، وهو للأسف ما عندوش غير رواية واحدة بس، وعارضها في حانة خاله تشارلي مع باقي الروايات اللي هناك. فبتتعاطف معاه الموظفة وبتطلب منه يدخل للمدير. وبنرجع مرة تانية للحانة وبنشوفه هو متأثر جدا من عدم وجود سيدني في حياته، لدرجة إنه اتصل بيها علشان يعرفها إنه اتقبل في الوظيفة. ولكن خاله بيوبخه بالكلام وبيعرفه إنه لو سابها تشوف تقدمه لوحدها كان أفضل، وبيعرفه إنه ما يعملش أي حاجة مرة تانية غير لما يرجع له. وتاني يوم بنشوفه وهو في الجريدة والمدير بيقول له على بعض التعديلات في مقالاته، لكن جاي بيجادله كتير بإن في كتاب مشاهير بتكون دي طريقة كتابتها، بس المدير ما بيلتفتش لكلامه تقريبا وبيبارك له على أول سطور في أول مقالة ليه. وبالرغم من التعديلات إلا إن جاي بيبقى خارج وهو في منتهى الفرحة، وبيقعد مع بيسلي صديقه اللي بيحاول يحفزه إنه ينجح علشان شخصه مش علشان يعجب سيدني، وإن مهما يعمل سيدني مش هترجع له لأنها اتخلت عنه كتير. فلما بيسخر جار جاي من كلامه بيضطر يقول له بيسلي إنها هتتجوز في يوم ذكرى الحفلة. وبيروح جاي على البيت وبنشوفه وهو محبط جدا وحزين، وللأسف الحزن بيفضل يطارده. وبنشوفه تاني يوم وهو شايف صور
فرح سيدني. وفي نفس الوقت بنشوف المدير وهو بيعرفه انه للاسف مش هيكون مراسل صحفي عندهم، بس ده ما يمنعش ان اللجنه شكرت جدا في اسلوبه في الكتابه، ولكن محتاج يعرض مواهبه في جريده اصغر من كده. وبيحاول جاي انه ما يخليش الحزن يسيطر عليه، لكن للاسف بيجيله اتصال محزن، وبعدها بنعرف ان الاتصال ده كان من المستشفى بتبلغه ان خاله محجوز. وبيفضل خاله يوصيه انه يكمل حلمه على الرغم من صحته ما بتكونش سيئه للدرجه دي، وبيلمح له جاي انه حابب يكتب مذكراته، بس تشارلي بيقطعه بيعرفه ان باباه ابتدت صحته تتدهور، وانه جه من فتره في الحانه وحصلت مشاده ما بينهم. وبنستغرب لما بنعرف ان جاي عارف مكان باباه. وبيكمل جاي باقي حكاياته وبيعرفنا ان خاله خرج من المستشفى، وبنشوف ستيفن باباه وهو قاعد معاه اخيرا وبيتكلم معاه وبيطمن على احواله، وبيبقى جاي مستغرب باباه جدا، وبنلاحظ على ملامحه الاستنكار من الشخص اللي شايفه قدامه، وبيعرض عليه باباه انهم يكملوا العشاء في البيت سوا. ولما بيروح هناك بيكتشف انه اتجوز مره تانية وبتبقى زوجته اسمها ماسي، وبيطلب من زوجته انها تحضر العشاء. وفي الوقت ده بيتعرف جاي على طفله صغيره، ومن الواضح انها بنت ماسي زوجة ستيفن، وبيلاقيها بتلعب بازل، فبيسالها عن اللي بتعمله بعد ما بتجمع الشكل المطلوب، فبنلاقيها بتعرفه ان مامتها بتساعدها انها تنمي ذكائها، وبتعلق اللعبه على الحيطه علشان تكون فخوره باللي وصلت له. وهنا بيحس جاي انه اتحرم من انه يكون عنده عيله كامله. في نفس الوقت بنشوف ستيفن بيسخر منه وبيقول له انه اكيد كتاباته فاشله، وبيبقى واضح على الطفله الخوف. وفجاه بيسمع جاي صوت صريخ، وبيلاقي ماسي واقعه على الارض، وبيحصل مشاده محزنه ما بين الاب وابنه، وبيضطر بعدها جاي انه يبلغ عن باباه. وفعلا قبل ما يمشي جاي بيكون ستيفن اخيرا تم القبض عليه، وبيرجع جاي لبيته مره تانية، وبيشوف مامته وهي في منتهى السعاده لانها قدرت تحصل على وظيفه جديده بمرتب ووضع افضل بكتير من الوظيفه القديمه. وبعدها بيروح جاي لخاله في الحانه، وبنلاقيه اخيرا اداله مفاتيح العربيه الخاصه بيه ليه. وبينتهي فيلمنا واحنا شايفين جاي في العربيه، وبيقول لنا انه حتى لو ما وصلش لحلمه لسه، فالمهم انه بقى معاه على الاقل عربيه وكاتب في جريده مشهوره. وقبل ما ننهي فيلمنا حابين نقول لكم ان السعي هو اول طريق النجاح، والمتعه مش دايما بتكمن في الوصول، لكن احيانا المتعه بتكون في الرحله للوصول. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم.